نيجي بقى الرقم واحد، واكتر لعيب من حيث الموهبه والمهاره بالنسبه لي في تاريخ مصر ما خدش حقه. بس قبل ما اقول لك مين هو، بعد اذنك تنزل تعمل لي لايك، فولو، سبسكرايب، تروق عليا عشان دعمك بيفرق معايا جدا. نيجي بقى لاحسن لعيب بالنسبه لي، هو ايمن حفني. ايمن حفني بالنسبه لي اللي ميسي كان بيعمله في اسبانيا، ايمن حفني كان بيعمله في مصر. وانا بتكلم مش بافور ولا بزود في حق ايمن ولا بقول اي حاجه زياده، لا حرفيا ايمن كان بيمتلك كل شيء يخلي المشاهد يقعد يتفرج وهو مستمتع وهو مبسوط. حتى لو انت كنت اهلاوي في فترته مع وهو بيلعب مع الزمالك او زوايا، انت ما كنتش بتستمتع عشان هو كان بيلعب في فريق المنافس. بس في كل الحالات ده ما ينكرش ان ايمن حفني واحد من اكتر الموهوبين جت في تاريخ مصر، سواء فترته مع مصر المقاصة وفترته مع طلائع الجيش وفترته مع الزمالك. ايمن حفني كان لعيب كوره مهاريا مش طبيعي. انا عمري ما هنسى له بصراحه الماتش بتاعه قدام الاهلي، الجون اللي جابه في مسعد عوض من ناحيه الشمال اللي حطها لوب فيه. ايمن حفني الماتش ده كان بيلاعب الاهلي لوحده، كان حسام عاشور بيلعب عليه، حسام عاشور جاله الرئه بعديها والله. حسام عاشور انا متاكد 100% ان لو سالت حسام عاشور اكتر ماتش في حياتك انت تعبت فيه، اقول لك الماتش ده. ايمن حفني كان موهبه مش طبيعيه. اللي اثر على مستوى ايمن واثر على استمراريته هو مستواه البدني. يعني ايمن مستواه البدني ما قدرش يخليه يكمل في الملاعب اكتر من كده، وخلاه يبطل في وقت قليل، وكان اصاباته كتير. بس برغم كده كان في الملعب راجل خش خدها من تحت رجله. طبعا لما نيجي نتكلم عن الناس اللي اتظلمت في تاريخ مصر لازم طبعا نذكر ايمن حفني. بس كده، دي كانت قائمتي لاكتر 5 لعيبه اتظلمت في تاريخ الدوري المصري من اللي انا حضرتهم. فلو انت شايف في لعيب تاني انزل اكتب اسمه في الكومنتات، واتمنى الحلقه تكون عجبتكم. بس كده، السلام عليكم.